اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده احنا هنشرح حاجه مهمه جدا. بصراحه شايف ان هي من اقوى الحاجات اللي نزلت في السوق الفتره دي، وكمان عاجبني جدا موضوع الفاوتشر اللي نازل معاها. هي في اللونش بتاعها، احنا دلوقتي في شهر 5، فاللونش بتاعها المفروض امبارح او النهارده تقريبا. فبنازل معاها فاوتشر 300 جنيه من كارفور، وده موجود في السوق كله، يعني في مصر موجود في السوق كله فاوتشر بقيمه 300 جنيه تقدر تستخدمه. طيب تعالى بقى سيبك من محتويات العلبه فيها الضمان وفيها الشحن بتاعها، ما فيهاش اي حاجه تاني زياده. انا عايز اقول لك على الحاجات الزياده بقى اللي موجوده في الساعه، فخليك معايا كده عشان نعرف كل المزايا والعيوب وايه اللي يخليك تشتري الساعه دي او لا. يلا بينا. اول حاجه، انا بعيد عن الامكانيات والمواصفات والكلام ده، ايه التصميم ده؟ يعني ايه التصميم اللي هو بيقول لابل انا جاي اخد مكان جنبك؟ يعني هو بيزق ابل كده وبيقول لهم احنا جايين. السيليكون بتاعها، الكراون اللي مرسوم عليه كلمه واوي، الفريم المعدني الالومنيوم، شكلها شيك جدا، شبه الساعه الابل بالظبط، ما اختلفتش كتير، ويمكن ده اللي هيجذب الناس ليها. زي ما قلنا الهيكل بتاع الومنيوم، فبتيجي مضاده للصدمات والخبطات. فيها زرارين، الكراون ده بيدخلك على المنيو، وده بيكون بمثابه شورت كات، انت بتختار الاختصار اللي يدخلك عليه من خلال الزرار ده، وبيجي من ناحيه سبيكر، والناحيه الثانيه فتحات المايك في اللي هي الدوت الصغيره دي. تمام، دي علشان خاطر لما تجيلك مكالمه تعرف ترد على المكالمه من خلال الساعه، يعني كمان بترد على المكالمات. طيب ايه بقى، يعني قبل ما اخش في اي حاجه تانية عايز اقول لك على السعر بتاعها لحد دلوقتي 7000 جنيه. هي غاليه الى حد ما، بس هي عشان بترد على المكالمات، فهنقدر نقول ايه، لو انت عايز ساعه بديله لابل فممكن الساعه دي تخدمك جدا بقيمه 7000 جنيه، احسن ما تدفع مثلا الفرق بتدفعه 20 او 25000. طيب خلينا نكمل بقيه المواصفات. الساعه بتيجي ب 1.82 انش، وبتكون امولود واتش دي، فبتلاقي فيها سطوع الوان، وبتعرف تقرا الرسائل بوضوح، وشكل الساعه كده شكلها شيك، يعني السوفت وير بتاعها شكله شيك، بيقول ان انا ساعه غاليه. الانظمه الرياضيه طبعا انت معروف ان هواوي كانت اشطر حد بيعمل موضوع السبورتس مود ده، فهم عاملين اكتر من 100 مود رياضي، ومطورين بقى في السنسورز وفي القرايات. من خلال الابلكيشن تقدر تشوف قرايات يعني انت ما كنتش بتشوفها قبل كده، زي ايه السليب مونيتور. عارفين ان هواوي كانت من اول الناس اللي عملت موضوع السنسور، يقول لك النوم بتاعك عميق، النوم المتوسط، النوم الخفيف. هواوي كمان زودت ده وبقى فيه تفاصيل اكتر ممكن تشوفها في السليب مونيتور، تقدر تشوف التفاصيل اكتر. كمان فيها جي بي اس. الجديد بقى في الكالوريز ان فيها مانجمنت كالوريز. دي مانجمنت كالوريز دي بتعمل ايه؟ بتكنترول عدد التارجت اللي انت عايز توصل له، تديك نوتيفيكيشن تقول لك انت كده وصلت للتارجت بتاعك اليومي، او انت بعيد عن التارجت، او انت محتاج تقوم تحرق كالوريز علشان عندك الكالوريز زياده. كل ده من خلال انك بتدخل بياناتك على هواوي هيلث، ومن خلاله بتقدر هي تقرا القرايات دي كلها. بتعمل ايه تاني؟ بتقيس نسبه الاكسجين في الدم، بتقيس ضغط الدم. خلاص الحاجات دي بقت ستاندر موجوده في كل الحاجات اللي هي الهاي اند. بقى عندك دلوقتي بتقيس نسبه الاكسجين في الدم، بتقيس نبضات القلب، بتقيس ضغط الدم، وطبعا السليب مونيتور. طيب خلينا نقول الساعه دي اقدر اعمل منها مكالمات؟ لا، انت ممكن تستقبل منها مكالمات، وده ما يؤخذ عليها. ده العيب اللي انا شايفه فيها، انت ممكن ترد من المكالمه، ترد من الساعه لو جات لك مكالمه، او تفصل، لكن اتصال مباشر مش موجود في الساعه دي. طيب فده يعتبر يؤخذ عليها. بس هم معوضينها بقى بشويه مزايا تانية، زي الشحن بتاعها لو شحنتها 10 دقائق وهي هتفصل شحن خلاص فصلت، هتشحنها 10 دقائق تديك يوم استخدام. طب لو اشحنها الشحنه بتاعتها كامله، لان هي بتتمتع بالشحن السريع، ساعه كامله هشحنها في ساعه بس هتديني شحنه كامله. الشحنه الكامله دي بتقعد معاك قد ايه؟ بص اختلفت بقى الاراء. ناس قالت لك اللي جربوا اللي نزلت في مصر قبليهم، في ناس قالوا لك لا والله دي هي عن تجربه شخصيه قعدت 5 ايام، وفي ناس في تقعد تقول لك لا يوزرز بقى يقول لك تقعد 5 ايام او اقل. عموما يعني هنقول لو 5 ايام مش 7 ايام زي ما هو مكتوب على العلبه، فده ممتاز، يعني حلو جدا بالنسبه للامكانيات، ان انا بعرف ارد على المكالمه وبشوف النوتيفيكيشن وامولد واتش دي، والسطوع بتاعها مناسب، وكل ده بتقعد معايا بس 7 ايام او 5 ايام، انا راضي بالنسبه لي انا استخدام الشخصي يعني. طيب بالنسبه لموضوع الميه، زي ما قلت في كل فيديو طبعا هي ضد الميه وضد رذاذ الميه بمقياس 580 ام. ده بيعمل ايه؟ بيقول لك النهارده ان هي تقدر تستخدمها في الوضوء، او تنزل بيها بول مثلا، حمام سباحه عادي، لكن طبعا بعيد عن الميه المالحه، تقدر تستخدمها واي رذاذ يجي عليها او ميه تيجي عليها، فما تخافش خالص على الساعه. انا بقى تقييمي للساعه بصراحه، انا شايف لو البطاريه ده عيب، فانا مش شايف بالنسبه لي عيب. انا بالنسبه لي لا، هاتها. يعني انت لو هتشتري ساعه، لا اشتري الساعه دي. في كل فيديو كده انا هقول لك رايي انا الشخصي في الاخر، يعني انا في كل فيديو هقول لك انا اوافق ولا ما اوافقش. لا بصراحه اوافق، يعني اوافق واجيب، بالنسبه حتى لو السعر بتاعها غالي شويه، بس لا اجيب. بس كده انا حاولت ما اطولش عليك واشرح لك شرح سريع، واحاول انزل الفيديو بشكل سريع اول ما الساعه تنزل، عشان خاطر تبقى متابع وعارف مزاياها وعيوبها واشتريها ولا لا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. باي باي.